مكملناش ربع دقيقه، طشيناها بمعلقتين خل. حطينا 3 معالق من الطماطم، صلصه الطماطم الكشري، ومعلقتين من دقه الخل. هتغلي غلوه ونطفي على الشطه. وده طبق الكشري حبايبي بعد ما خلصناه غرفناه بالشكل دوت. طبعا انا حطيت اول طبقه الرز، وبعديها المكرونه، وبعد كده العدس، وبعد كده حطينا الطماطم، وحطينا البصل سلايسز بالشكل دوت، والحمص في الاخر. وده الخل حبايبي اللي احنا عملناه مع بعض. انا قلت لكم حمروا الثوم عشان يديني الشكل الجميل دوت، لان احنا لو ما حمرناش الثوم مش هيديني الشكل اللي بيلمع دوت. تمام، وهيديني شكل الثوم كانه مسلوق. والشطه اللي احنا عملناها مع بعض ادتني الشكل دوت. وبالهنا والشفا يا رب، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.